اقدر انا اطلع نفس شغله بربع مصاريف. منافسيني بيحرقوا سعر، نعمل ايه؟ والزبون جاي بيقول لي سعرك غالي، ده بره ارخص، والمنافسين بيحرقوا سعر، اعمل ايه؟ هي اول حاجه، طب ليه هو عارف يحرق وانت لا؟ دي مبدئيه دي اول حاجه. يعني هيحرق لامتى؟ اكيد لو هو بيحرق على طول يبقى ده سعره مش بيحرق، يبقى هو قادر يعمل بقى بريك ايفن بشكل مختلف. حتى لو بيقدم كواليتي اقل فالناس مبسوطه بالكواليتي الاقل. بيقول لك ده اسمها ايه؟ غسيل أموال. كله غسيل اموال. استحاله. ايه رايك واحد يبقى لسه بادئ جديد في الشغل يقول لك انا المنافسين مستحيل دول اكيد غسيل اموال؟ ليه؟ انا الحاجه بتكلفني 10 جنيه بيبيعوها هم ب 8، انا جايبها ب 10 عشان ابيعها ب 12 يوم بيبيعوها ب 8. يبقى ده ايه تفسيره؟ يبقى ايه؟ دي طبعا في حاجات بيبقى فيها حاجات مش مفهومه، وناس بقى مثلا ما عليهاش التزامات مصاريف وحاجات كده يعني كتيره في المجال، او حد كبير داخل في المجال فانا مش عارف. بس هنا برضو الميزه في اكيد في برضو بعض الصناعات او بعض الحاجات فيها مشاكل، فانت برضو لو متاكد وانت في السوق تماما وحافظ وعارف لازم تشوف حاجه تانية. هنا ده بقى الكونسيومر بيهيفير برضو. غالبا في ساعات بيبقى التفسير ايه؟ ان هو لسه جديد في السوق مش قادر يوصل للتكلفه، منافسه بيبيع ب 8، فاكر ان هو جاب من مصنع ب 10 مثلا، ان هو كده وصل بقى للحاجه الفظيعه. او اللي بيحرق هو اللي مش فاهم وبيقفل، وممكن اللي بيحرق يبقى بيقفل بعدها غلط. في ناس كتير بيسعروا غلط بالظبط، وبيقفل هو نفسه. وبرضه غالبا بيبقى عشان يعمل جروث ويعمل حاجات زي كده. لكن هنا بقى لو الوضع مستمر فعلا هي حاجتين، يا انا اللي مش فاهم فعلا زي ما حضرتك قلت، انا اللي مش عارف اسعر، يا هو في ظرف غير طبيعي فانت برضه خلاص يبقى لازم ده. هنا لو دي حاجه طبيعيه مستمر، لكن في الاغلب فعلا بيكون هو اشطر، هو عارف يعني ده لو درس بقى البريك ايفن بوينت والحاجات دي هو يقدر بيوصل لها بسهوله، فبيقدر يقلل السعر بتاعه عن حاجه معينه انت لسه ما وصلتلهاش. هي دي بتبقى هو قادر يوفر في المصاريف بتاعته في الشغل بتاعه بشكل مختلف. حتى في مجالنا ده بتلاقي شركات مثلا، انا نفس شغلي ده ممكن تعملوا شركه واخده مقر قد كده، وشفت ناس وقالوا لي وفي منهم نجح ومشي كويس، في ناس اضطر يقفل كل ده، واخد مقر كبير جدا وجايب موظفين كاملين. اقدر انا اطلع نفس شغله بربع مصاريف من غير مقر. انا مش محتاج مقر. هو بيبقى مثلا واخده ايمج او عشان حسن الموظفين، انا مش عايز اعمل ده ككورسز حتى. طب انا بدل ما اخد مقر واقعد ادفع واعمل، طب انا ممكن اشتغل كورس سبيس او اشتغل كذا او اعمل ديل. ففي افكار كتير هو ممكن ما يبقاش واصله له. يعني دي شفتها في مجالي ان حد يفتكر ان فلان بيحرق وهو لا مش بيحرق. انت اللي مش عارف تعمل اللين مانجمنت زي ما بيقولوا كده، ان انا اشتغل كده بالظبط. وده لازم في الظروف اللي احنا فيها دي على قد ما نقدر اشيل اي حاجه مش في الكور بيزنس. وده اللي بنشوفه ونقعد نقول بيعملوا لاي اوف او داون سايزنج مش عارف ايه وكده، بيمشوا ناس. دول الناس دي كانت ممكن زياده للاسف. هو لازم يظبط الدنيا. حتى في شركات كتير وبتنجح بعد ما يشيل الناس دي فعلا بيشتغل مور افكتيف. فهي برضو طرقها كتير.